قال الراوي: وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين وعياله. وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين عليه السلام وعياله وهم في ذلك الموضع، فقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال له علي بن الحسين: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل عرفت هذه الآية؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ: نعم، قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقا؟ فقال الشيخ: قد قرأت. فقال علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى. قال: نعم. فقال له علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ: قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام: فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير. فبقي الشيخ ساكتا نادما على ما تكلم به، والتفت إلى زين العابدين وقال: بالله عليك أنتم هم؟ فقال الإمام: إنا لنحنهم من غير شك وحق جدنا رسول الله، إنا لنحنهم. فبكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنا نبرأ إليك من عدو آل محمد من جن وإنس. ثم قال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. فقال: أنا تائب. فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل.